يا مساء الفل، كل اوردر وانتم طيبين. بس ده مش اوردر، تجهيزات كده قلت اجهزها وانا بصور. بقالي كتير ما صورتش ولوحدي والجو يدوفي. اول حاجه انا يا جماعه بعمل كل حاجه الحمد لله، حلويات، رقاق، مكرونه بشاميل، طواجن، لحوم، كل حاجه متاحه عندنا هنا يعني. بس في ناس يقولوا طب انتي مش بتصوري كل ده ليه؟ لان في بصراحه بقى مستعجله، في ناس بتبقى مستعجله عشان كده ما بصورش. بس تاني حاجه بقى نسبه المشاهدات بسم الله ما شاء الله كويسه. طب يا جماعه ليه ما تكتبوش كومنت؟ ليه ما بتشتركوش يا جماعه؟ في ايه يعني؟ بلاقي نسبه مشاهدات بسم الله ما شاء الله عاليه الحمد لله. طب ليه ما حدش يا جماعه بيشترك؟ مش عارفه، في حاجه غلط فيا قولوا لي. بس كده. انا هنا بنضف بصل. قلت اعمل خلطه المحشي الاسبوع اللي فات، لما عملت كده سهل عليا بقيت الاسبوع. ومش لازم انا بس يعني، ممكن اي ست بيت عادي موظفه بقى عشان المدارس كمان تعمل كده جاهز مثلا خلطه محشي لو هم ولادها بيحبوا المحشي وبتحب تعمل في البيت. يعني هتتعب يومين معلش او يوم، يعني انت لو تعبتي يوم هترتاحي بجد بقيت الاسبوع. انا لما جهزت خلطه المحشي، العصاج بتاع الرقاق، المكرونات والحاجات دي، البانيه دبلته وخليته يدوب على الفيجيتار. يعني جهزت كده الحاجه حواليا، بقيت يا دوب اجيب الكرنب اسلقه، اجيب الباذنجان احشيه، الموضوع ما خدش مني حاجه. انا دلوقتي اهو نضفت البصل عشان هعمل خلطه المحشي ان شاء الله. خلطه المحشي اللون احمر، عريتها بقى عشان تسبك شويه. هي كده خلاص ممكن تدفي عليها، بس انا بحبها تبقى تقيله شويه عن كده. وادي العصاج قلب انا والشفا، ريحته وطعمه تحفه. يعني بصوا هو خد من الوقت ده مثلا مني ساعتين، بس بجد بيوفر عليا طول الاسبوع وقت ومجهود، خصوصا ان الاوردرات معظمها بتبقى مطلوبه مثلا الصبح بدري الساعه 12 الساعه 3 عشان الغدا والمدارس وكده. بعمل الخلطه، حطيت البصل. انا بسبك خلطه المحشي زبده مش سمنه، لا زبده بيضه او صفرا، مش بحب اسيحها، وزيت ذره بقى، زيت عادي المتوفر عندكم يعني. بحب الصراحه السمنه قليله خالص. قطعت فيها قرن فلفل، وبجد بقى اللي بيغير طعم خلطه المحشي معلقه توم مفروم او فصين توم كده متقطعين، بجد بيودوا طعمها في حته تانية. اول ما بشم ريحه التوم، بصي ريحته بدات تطلع اهي. اول ما اشم ريحه التوم بروح نازله بالطماطم واضربها بقى في الخلاط. الطماطم المتاحه عندكم، بس هي احسن حاجه انك تسبكها، اللي انت تمسكيها تسلقيها واضربي الهاند بلندر او في الخلاط، بجد يعني بتخلي ريحه المحشي وطعمه حاجه تانية غير ما تضربه في الخلاط على ما تشرب ميتها بتطول شويه. هنا بقى نزلت ببطرمان طماطم اللي هو هاينز، بجد من احلى الطماطم اللي استخدمتها. وحطي معلقه سكر، مستخدمنا صلصه الطماطم لازم نحط، والصلصه العاديه برضو وانتوا بتسلوها حطوا لها معلقتين سكر كده عشان الحموضه. هنزل بقى بالتوابل دي، كميه توابل عاديه بس كميه التخديعه كتير عشان كده كترها. كزبره وكمون وفلفل اسود و2 ماجي، المرقه العاديه دي، والملح. هنحط الملح عادي في الاول، وهنزل كده بقى بالطماطم. انا كنت سالقه طماطم وضربها بالهاند بلندر وحطها في الفريزر عشان الطماطم ولعت، بدات اطلع منها بقى. هنا بقى حطيت كميه القوطه كلها اللي كنت مطلعاها. للاسف انا طلعتها متاخر لان ما كنتش ناويه اعمل النهارده، كنت المفروض اعمل ده بكره. الفيديو ده ان شاء الله انا هحاول امنتج وانزل النهارده، اللي هو يعتبر بكره الجمعه ان شاء الله. بس قلت بقى كده اقوم اشرب ميه، لما بشرب ميه بتديني نشاط وطاقه، معرفش ازاي. وهنا كنت حطيت السمنه، وده بصل مطرح الخلطه عشان كنت قلبت فيديو. ولسه كنت هخدع عولي اللحمه المفرومه، عصج اللحمه المفرومه. هوطي بقى على دي واسيبها. هنا بقى اللحمه بسم الله ما شاء الله خلصت، هنا هعبيها بس استنى لما تبرد خالص اقسمها بقى على حسب الوجبات بتاعتي.
ودي خلطة المحشي. بسم الله ما شاء الله، بجد بألف هنا والشفا اللي ياخد المحشي عندنا. بصوا حمرا ازاي. التركه ان انتوا تقلبوا الاول مثلا برطمان صلصه او معلقه صلصه، او حتى عندك صلصه تحطي نص طماطم لما تستبك، تحطي عليها التوابل، بجد بتوديها في حته تانية. وفي حاجه حلوه قوي، يعني انا دقت المحشي دوت ان هما بيحطوا نص مثلا كميه الخضره او خلطه، بجد بيبقى طعمها حلو قوي. هعبيها بقى لما تبرد خالص. ودي كده بقى خلطه المحشي بعد ما بردت، حطيتها في اكياس، وده العصاج. انا حاطه الكيس كبير لان انا بطلع الكيس الكبير يعني بعمل بيه كذا حاجه. والمفاجاه بقى ان البومبار وصل. ادي التغذيه بتاعت البومبار. عايزه اقول لكم بجد المره دي اللي هياخد من البومبار ده، لا التغذيه طالعه تحفه. انا في العادي يعني ما بسبكش للبومبار، بحط ني في ني، بس معظم الناس بيطلبوا تسبيكه للبومبار، فعادي يعني. بصوا هو لونه احمر وريحته تحفه. طبعا بألف هنا والشفا، ويا ريت تشجعوني، وما تنسوش تشتركوا في القناه او الجروب، تعملوا لايك وكومنت، وبسيب رقم التواصل لو حد عايز يطلب اوردر ولا حاجه بيكلمنا على رقم التواصل ده في اي وقت.